نستضيف بقناة أخبار الفجر المغربية حد حالة يصعب الإنسان صراحة بكل أسف. هذا نداء إنساني لكل المحسنين به سواء بمدينة تطوان أو بالمغاربة داخل المغرب وخارج المغرب. هذه حالة إنسانية شابة من مدينة تطوان. سيدة حفصة الواقشي مريضة بمرض الخبيث، سرطان غدد اللمفاوية. كنتمنى له الشفاء من الله سبحانه وتعالى. عتقلنا اكثر من هذا المرض متى التوقيت ديالو، وكذلك عتبين اكثر عن التوضيح بعد الاشاعات من بعد المقربين ديالها. حفصه كنرحبوا بك بقناه اخبار الفجر المغربيه، وكنتمنى لك الشفاء العاجل من الله سبحانه وتعالى لكل داء وله دواء. شكرا كبرت بيا وجيت عندي. اسمي حسن واقشي، ولد 22 سنة، مريضة بسرطان الغدد اللمفاوية. هذه المدة ديال تقريبا 5 سنين. بدت العلاج وللأسف بريت وعاود رجع لي، ورجع شوية صعيب وعانيت مع بالمعاناة. يعني وصلت واحد الحد، يعني المرض زاد وكان يعني العلاج مكلف بزاف. يعني العلاج حاليا واقفة على العلاج المناعي. كيوصل يعني 7 مليون من الحصة الإبرة، وعاد موراه الزراعة وبزاف يعني الحصص عندي هاد الإبرة. يعني الحصة فيها حصة 7 مليون، عندي بزاف ديال الحصص. للأسف أنا موقفة العلاج المناعي. للأسف متقبل لي شي الدوسي حيت جو نو غومبورسا في السينيسيس، وحاليا أصلا معنديش السينيسيس موقفة، يعني كلشي موقف. المرض زاد يعني هادي عام وانا موقفة العلاج. بديت كنت ماشية مزيان، ولكن مريت واحد الظروف صعيبة نفسية أثرت عليا. إذا بي مرض زاد لي فشي مواقع. كنت كنتمنى انه غادي يكون يعني تحسن وامليوراسيون باش ندوز للزراعه. عملت بيتكا، جبت بيبا رمضة الشيمياء وداكشي زاد، خرجت لي الزراعه، خرجت لي العلاج المناعي. وهذا العلاج المناعي يعني نعملو الزراعه، يعني مده طويله وانا عام وانا موقفه، يعني مشى هباء منثورا. حاليا قلت لكم هذه مده وانا غابره، وهذا الشيء اثر عليا نفسيا حيت خرجوا عليا شي اشاعات. كانت واحد الوقيته دار فيها صعيبه عليا، ولكن دابا الحمد لله تجاوزتها. كنخرج على الاشاعات بلي انا مريضه. مع كنت نمسح الفيديو كنعرفوها الناس، انا كنطلب يعني الناس يعاونوني. كان العلاج مكلف بزاف، كنشوف بعض المحسنين وكنقول لهم زعما حسبي الله ونعم الوكيل. بسبب ديك الضغوطات النفسيه تزاد لي المرض، وبسبب داكشي كامل انا يعني. ولكن الحمد لله حنا في الدنيا. وكنقول الناس زعما انا نوريكم واحد حاجه، ها المرض ها هو فين وصل وداخل داكشي، الوثائق ها كلشي عندي الحمد لله. كلشي هو هذاك. تما الدراسه تبارك الله بلا ما نقول لكم كلشي واضح، كلشي هو هذاك. كلشي اللي بغى شي استفسار يعني راه كلشي هنايا. ها العلاج ميدسين نيكليير، ها عملي تبارك الله 8 ديال بيت سكان. ولكن الحمد لله حاليا زعما العلاج موقف. انت كتشوف انا يعني العلاج شويه دابا مستعصي. وعاد عندي داخلي دابا هادشي خارجي فنقول شي علاج مستعصي. كل ما كيتعطل كل ما الامور كتصعب. حاليا خصني العلاج في اقرب وقت. شنو كطلبي من المحسنين؟ من حنا نعرفوا المغاربه التضامن سواء داخل المغرب وخارج المغرب. كنتمنى اول حاجه بعدا ربي يجيب الشفاء، وكنتمنى الناس زعما يعاونوني نلقى شي طريقه في العلاج. انا خصني شي طريقه يعني في العلاج ونلقاو شي حل يعني لهاد الدوسي سواء في المغرب او خارج المغرب. وكنتمنى الناس بحالي يعني كانوا مراتين مرايا وتعالجوا في خارج المغرب في ظرفيه يعني قصيره. للاسف هنا عام وحنا بوز، ولكن الحمد لله. وكنشكر زعما الجمعيات ديال مرتين الخير زارتني اليوم وكبرت بيا، والحمد لله درت لي الاعمال. وشكرا لقناه الفجر المغرب، تحيه زارتني. الله يرحم والديكم، الله يجازيكم بالخير. وكنشكروا بزاف هذه الزياره اللي قمنا بها. كنشكر اللي كان الفضل ديالها جمعيه مرتي الخير للتنميه والتضامن، الجمعيه المعروفه بالمؤازرات العمل الخيري. الله يعاوننا، الله يكبر بهم، الله لو شي يعاوننا. رساله، شي كلمه اخيره حابه تقوليها، او رساله
شي رسالة حسن تقوليها للمحسنين أو شي رسالة حرة كان؟ كنشكر بعدا جميع المحسنين اللي تعاونوا معايا، يا سواء الصغير الكبير اللي كنعرفهم اللي كنعرفوش، شكرا بزاف. والرساله الوحيده اللي عندي حاليا هي كنتمنى سيدنا يتدخل في هاد الامور. يعني بزاف الناس كيعانيو في هاد الشيء اللي ما كيتستقبلش، وكنتمنى سيدنا يشوف من حال الناس السرطان بالخصوص، والله يجيب الشفاء ان شاء الله. من رقم الهاتف ديالي هو كالتالي: 06 82 70 49 64. فيه ابل وفيه حتى واتساب، وهذا الرقم هو اللي كان عندي من دائما، واللي بغيت يجي عندي مرحبا به. كان مرحب باي واحد بغى يشوف الحاله وكلشي. شكرا لكم.